منذ أكثر من 15 عاما يحرص المواطن خلف العياط في القريات مع أسرته وأبناء الحي على الاحتفال باليوم الوطني السعودي مع أسرته، حيث اعتاد على تعليق صور القادة والأعلام قبل قدوم اليوم الوطني استعدادا للاحتفاء بهذه المناسبة. للحديث أكثر عن فعاليات خلف ينضم معنا مراسل الإخبارية نايف الفندي من القريات. أهلا بك نايف، مساك الله بالنور. نايف، إذا 15 عام على هذا المنوال للتعبير عن حبه لوطنه وأيضا للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، ما هي استعدادات خلف لليوم الوطني الرابع والتسعين نايف؟ أهلا أحمد، تحية طيبة لك ولكل مشاهدين قناة الإخبارية. أكيد وأيام قليلة ليعلن الفرح والسرور والاحتفاء بيومنا الوطني الرابع والتسعين، والذي يتم التجهيز له طبعا على مستوى الوطن المملكة العربية السعودية، التي ستشهد احتفالات ليس لها نظير في يوم من أجمل الأيام لدى جميع الأفراد الشعب السعودي. واليوم القريات يعني نرصد تجهيزات أحد أفراد هذا الوطن بشمال أرضه، المواطن خلف العياط، الذي عودنا في كل عام أن يستعد ليحتفل اليوم باليوم الوطني بطريقته الخاصة. يسعدني أن أرحب فيه الأستاذ خلف العياط الشراري أبو سعد، ونقول يا مرحبا عبر نشرة النهار. ما شاء الله تبارك الله، تعودنا عليك في كل عام سواء في اليوم الوطني أو يوم التأسيس أو يوم العلم بهذه الزينة والشعارات والصور قادة المملكة العربية السعودية. كيف كان أو يكون استعداد أبو سعد لليوم الوطني إن شاء الله في الأسبوع القادم؟ أول طال عمرك نحيي بك مراسل القنوات السعودية ونرحب بقناة الإخبارية. ثانيا نشكر الله ونحمده. أول حاجة اليوم الوطني يوم فخر وعز واعتزاز، يوم الملك رحمه الله عبد العزيز أسس فتح الرياض ووحد المملكة وسماها بالمملكة العربية السعودية من ذلك التاريخ، ونحن ننعم برغد العيش والأمن والأمان. ومن بعده الملوك رحمهم الله وعهد الملك سلمان اللي احنا نعيشه، عهد الفخر والعز والحزم والعزم، طول الله عمره، ولي عهده الأمين عراب وقائد ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ومتعهم بالصحة والعافية وسدد خطاهم. واللهم أسأله تعالى نجعل آل سعود حكامنا مدى الحياة. الله يعطيك العافية. اللهم امين. طيب خلينا نتكلم، كيف بداية التجهيزات عندك ابو سعد؟ من يعني قبل العيد بكم يوم تبدا تجهز، وايش تجهز بالضبط؟ والله طال عمرك أنا قبل اليوم الوطني بشهر أبدأ أجهز، أركب الشعارات الوطنية وصور ولاة أمري والشعارات اللي بيوم الوطن، ونركب برا بالشارع قارمة تشيل صور ولاة أمرنا وصورة للمؤسس وهو على الحصان واقف يوم كان يوحد المملكة، ونركب جميع الشعارات كلها نركبها داخل البيت. عندك طال عمرك هذه مثلا، هذا الصور هذه حلمنا العلياء وواقعنا وصل، مجدنا عز وحاضرنا فخر، حلمنا العلياء وواقعنا وصل. هنا طال عمرك حلمنا دارنا تحقق بنا. خلينا نسألك، طيب طبعا تعودت في كل عام ما شاء الله تسوي هذه المبادرة، مبادرة وطنية نعتبرها، ايش تشعر فيه وانت تسوي هذه المبادرة، خاصة انك قلت لي تقيم يعني وليمة عشاء يوميا في هذا اليوم؟ حدثنا عن مشاعرك شوي. والله طال عمرك أنا من صغره وأنا أحب ولاة أمري وأحب وطني، والحب هذا الله هداني لها ترجمة بسواتها الاحتفال كل عيد، كل يوم وطني، أعلق أعلامي وأعلق قوارمي وأجمع. لا، والإضافة أنا أضفت لها الآن العالم وأضفت لها التأسيس. أسوي لي اليوم الوطني عشاء وأجمع الجيران والأصدقاء والأصحاب وأحفادي ونسولف ونتحدث ونسولف ببطولة الملك عبد العزيز رحمه الله وتوحيده للمملكة، ونسولف بسوالف الملوك من بعده رحمهم الله، ونتحدث بعهد بسوالف الملك ملك الحزم والعزم الملك سلمان
وخيره ونهضة اللي سواها وسولف سوالف ولي العهد عراب الرؤيا واللي هو سواه. طال عمرك نتحدث بهالسوالف هذه ونعلم عيالنا الصغار محبة ولاة أمرهم وحب وطنهم. جميل جدا. الله يعطيك العافية أبو سعد، ما شاء الله. يعني كل الشعب السعودي يعني يتسم بهذه الصفات، وهو حب الوطن، وله غريب على أي مواطن سعودي طبعا حب الوطن. وإن شاء الله بدي أقول لك كلمة، أنا الحين يوم اني اعلق قوانم برا القديمه والجديده واضيف لها جديد، نمر حتى العيال الصغار لما يشوف القوارم وحبنا لوطننا يحب وطنه، كذلك الكبار. وان شاء الله نعمل هذا عمل عظيم عظيم، انه توعيه للمار الغريب والقريب والسعودي، وان شاء الله انهم يحبون وطنهم ويحبون ولاة امرهم. حتى الصغير اللي ما صغير يخزن بعقله الباطني، بكره يوم يكبر يسوي اللي هو شافه. الف شكر لك، يعطيك العافيه ان شاء الله، والله يديم الامن والامان ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. نعم احمد، هذا العم خلف العياط ابو سعد إنسان يعني يعبر عن حبه ومشاعره لهذا الوطن في اليوم الوطني من خلال هذا المجلس وهذه الصور وهذه الأعلام وهذه الإنارات الخضراء. فكلنا يعني نعيش نفس هذه المشاعر، هي مشاعر خلف العياط الشراري. أشكرك الزميل نايف الفندي، وبكل تأكيد مشاعر كبيرة ومشاعر أي مواطن يعبر عن فرحته باليوم الوطني. شكرا لك زميل نايف الفندي.